السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم فيوتين اللي كيجي رائع البنات صراحة. فيوتين منزلي ما شاء الله، واحد القرمشة خطيرة. فخليكم معايا ندوزو المكونات. فمكونات قلال وبساط كيخرجوا لنا واحد الكمية اللي لا بأس بها. فهنايا غادي نحتاجو 2 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، واحد المعلقه مملوءه ديال الزبده ابيض بيضه، حجم البيضه البنات تكون متوسطه، و2 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض وساشي فاني. فالملعقه اللي عبرت بها هي هذه كما كتلاحظوا، خاصها تكون كبيره ولكن ما كبيراش بزاف. بالنسبه للغرام البنات راه 36 غرام من كل حاجه، فخاص القياس ديال المكونات يكونوا كلهم قد قد بحال بحال كاملين. فضروري البنات القياس في هذه الوصفه يكونوا بحال بحال. بالنسبه لي عندهم الميزان كما قلت لكم تقدروا تعبروا 36 من كل حاجه. فانا عبرت بالملعقه، ملعقه كبيره كما شفتوا معايا. فخديت واحد الاناء اللي غادي نغربل فيه سكر كلاصي، ضروري اننا نغربلوه باش الا كانوا لنا حبيبات كما كتشوفوا كنحاولوا اننا نزولوهم. كنضيف فاني وقبصة ملح لتعديل الذوق، وابيض بيضة. بالنسبة للبيضة البنات تكون حجم متوسط، ما تكونش بيضة كبيرة وما تكونش بيضة صغيرة، تكون متوسطة باش كتجيكم مع القياس المقادير اللي درنا. فبالنسبه للبنات كما قلت لكم اللي عندهم الغرام راه يعبروا 36 غرام. ديك الساعه غادي يشوفوا الا كانت صغيره غادي يحتاجوا الجوج ديال البيضات صغار. صافي كنحاول انني نخلط جيدا، ومن بعد غادي نضيف عليهم الزبده من بعد ما ذوبتها. كنخليها حتى كتدفى، عاد كنضيفها على الخليط، كنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا مع المكونات. وهنا كيبقى ليا غير الدقيق. وهنا غادي نحاول انني نغربل الدقيق، ضروري البنات تغربلوه باش ما كيبقاوش لكم حبيبات في الخليط. غادي نخلطوه مزيان، وهنا كيكون الخليط ديالنا راه وجد. نحاول انني نخلطو مزيان حتى كندخلو هذاك الدقيق مزيان مع المكونات كما كتلاحظوا. فالقوام ديالو راه تيكون فحال القوام ديال الكيك. صافي هنا غادي نجيب لاطه الفرن اللي درت فيها ضروري ورق الطبخ، ضروري من ورق الطبخ البنات. غادي ناخذ واحد الكميه قليله كما كتشوفوا، نحاول انني نسرحها بالسباتشي ولا معلقه، المهم اللي متوفر. ضروري تكون واحد الطبقه رقيقه باش كتجيكم مقرمشه. حاولوا انكم ديروا طبقه رقيقه. هنا راني شعلت الفرن على درت 200 درجه حتى كيسخن مزيان الفوق والتحت. فاش كندخل لاطه الفران راه كننزل الحراره على 180 درجه صافي، كنخليه شاعل من الفوق ومن التحت، راه ما كيشدش لينا الطياب نهائيا. دغيا كيطيب معكم واحد 6 دقائق ولا 7 فتيكون واجد. صافي كما كتشوفوا راه كنحاول انني ندير واحد الطبقه رقيقه، ضروري تكون رقيقه باش كتجينا مقرمشه وكينجح لينا الفويتين ديالنا. صافي هنا راه غادي ندخلها للفرن، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم. فمن بعد ما خرجتها من الفرن كنخليها حتى كتاخذ لي هذا اللون الذهبي، عاد كنخرجها فنخليها حتى تبرد وندوز باش نكمل الخليط اللي بقى ليا. فكما كما استعملت في الاول غادي ندير طبقه رقيقه باش كتجيني طبقه مقرمشه. صافي كنبقى نوزعها هكا بالسباتيل حتى كنكملها. فالصراحه البنات غير جربوا الطريقه والله العظيم الا ناجحه من اول تجربه، وكتجي تبارك الله فحال اللي كنشريو تماما او احسن. راه واحد التقرميشه البنات خطيره والله العظيم، الا واحد التقرميشه جات غزاله ما شاء الله. فكنستعملوها هكا للتزيين في الحلويات، في الصابلي، او كطبقه مقرمشه
في لاير كيك او المهم حلويات طورطات لا كريم راه تيجي غزال ما شاء الله. وهنا بنات من بعد ما خليته حتى برد فكتبقاو تتهرسوه بهذه الطريقه سهل جدا وواحد قرميشه ما شاء الله. فكتفرتوه على القياس اللي بغيتوه غليظ يبقى شويه غليظ او لا رقيق، فالقياس كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. فغادي نكمل بنفس الطريقه حتى الطاوه الاخرى. كما كتشوفوا راه كنقول لكم شوفوا هنا راه رقيق السم كما شفتوا معايا رقيق مزيان باش كيجينا مقرمش. سمع معايا التقرميشه تبارك الله واحد القرمشه خطيره. والفيوتين ديالنا تيكون على هذا الشكل كيجي مقرمش واخد واحد اللون ذهبي ما شاء الله. فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصحاب والاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.